التعليم الفني نهضة قادمة لمصر، صناعيا، زراعيا، تجاريا، وفندقا. الغير بقى اللي هو الأعلى بكتير. هنشوف مع بعض هنا طريقة عمل الرابير. طبعا احنا شايفين عرض المكنة كبير جدا. بنشرح دلوقتي المواقع بتاعت الرابير. ده شكل الرابير. كل اللي احنا شايفينه ده عندنا منه في مصر. مكنة السولزر، وده القشرة الارجل لون اللي هو النول الهواء. النول شغال بالهواء، بيعتمد على ضخ الهواء لامرار خيط اللحمه داخل النفس. لو في اي عطل او اي عيب في القماش وهو شغال، ده المكوك القديم، ده المكن القديم بسرعته القديمه بشغله القديم. دي المفروشات طبعا وطريقه تجميعها. وهنا بيوريك سرعه انتاج النور. وده النور القديم كان كده، الجديد بقى احسن. دي طريقه، لان احنا بنتمتع بالسرعه التاريخيه، وديت ما بتجيش من يوم وليله. بتوفر معانا الوقت والمجهود والعماله كمان. تاني حاجه احنا بنظبطها على حسب الامتار اللي احنا عاوزينها، الاطوال، وهي بتوصل لغايه الاطوال اللي احنا ظبطناها، وبتقطع في مقص اوتوماتيك بيقطع على حسب الطول اللي احنا زي ما الفرد بتاعه. المفروض اللي فيه عامل تاني قصاده عشان يظبط معاه القماش. المصانع برضو المصريه برضو ناقلين الموتور من اسفل المكنه، عاملينه في طاره الايد، اتنقل بشاشه الكمبيوتر. دي المكنه الجديده؟ ده المكن الجديد. ولسرعه الوقت كمان، وتوفير الكهرباء، بيوفر 70% من الكهرباء. وفي نفس الوقت بنحدد لو هي من الجنب. دلوقتي بقت الدواسه اللي برفع بيها اسفل الدواسه القدم الاساسي، التانك بتاعه الاساسي جوه المكن. التعليم الفني نهضة قادمة لمصر،